مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى الآن وإياكم مع كلمة سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارث بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقتا إيمانيا نافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذكرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. تمثل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك روح الشهر وخلاصته، وفيها يحصد العبد ثمرة أعماله الصالحة ويستشعر نتائجها بفضل الله تبارك وتعالى، ويهب الله تبارك وتعالى فيها من الألطاف والمنن لعباده والبركات على موائده ما يزيد على ما قدمه في سائر أيام الشهر ولياليه. ويكفي في شرفها وعظمتها أن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وفيها الليلة الأخيرة من شهر رمضان التي ورد أن الله تعالى يعتق فيها رقابا من النار كمثل ما أعتق في جميع الشهر. ولذا حظيت هذه العشرة باهتمام كبير من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام. ففي رواية صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكاف 10 في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. ومن الواضح أن المراد من الاعتكاف روحه وجوهره، وهو الانقطاع عن كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى فضلا عن معاصيه. وهذا ما قد يستطيع المؤمن تحقيقه في غير المسجد إذا لم يتيسر له أن يؤدي الاعتكاف في المسجد الجامع كما هو مشروح في كتب الفقه. يمكن أن يحقق هذا الاعتكاف المعنوي إذا أمكن تسميته في داره أو في محل عمله أو في أي مكان آخر، لكن طبعا الاعتكاف في المسجد الجامع الذي أقله 3 أيام بحسب ما مشروح في الرسائل العملية هو الراجح شرعا والأكثر فضلا في الشكل والمضمون، مع الاحتفاظ طبعا بمعنى الاعتكاف المعنوي. وعلى هذا سار السلف الصالح متأسين بنبيهم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يخففون كثيرا من علاقاتهم الاجتماعية ويغيرون نمط حياتهم ويتركون غير الضروري من المباحات ليتفرغوا لعبادة ربهم ومناجاته والاشتغال بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. إن الألطاف الإلهية الإضافية التي يمن الله تعالى بها على عباده في العشر الأواخر ليستشعرها المؤمن من خلال الشحنة الإضافية التي تدب فيه، فينشط لطاعة الله تبارك وتعالى أكثر من غيرها، وتزيد همته للإتيان بما عجز عنه في غيرها. وقد تضمنت كتب السنن والمستحبات أعمالا لهذه الليالي تشكل برنامجا يأنس به المؤمنون ويشتاق إليه طلاب القرب من الله سبحانه، وهي موزعة تحت عناوين كالأعمال العامة لشهر رمضان، وهي تشمل أكيد العشر الأواخر، والأعمال المشتركة للعشر الأواخر، والأعمال الخاصة بكل ليلة من العشر الأواخر،
مضافا إلى الأعمال المشتركة والخاصة لليالي القدر في الليالي التي يحتمل أن تكون فيها ليلة القدر. وينبغي الالتفات إلى أنواع أخرى من الطاعات المعنوية كمحاسبة النفس وتذكر ما صدر من معاصي والندم عليها والاستغفار منها والتفكر في العلاقة مع الله تبارك وتعالى بكل جوانب هذه العلاقة كحب الله تعالى أو الشعور بالتقصير أمام عظيم نعمه أو الخجل من عدم أداء وظائف العبودية. ومن الأعمال أيضا سماع الموعظة وما يرقق القلب ومطالعة وصايا المعصومين عليهم السلام وسير الصالحين للتأسي بهم وقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم. إن أول شعور للإنسان المؤمن حينما يبلغه الله تبارك وتعالى العشر الأواخر من شهر رمضان هو العجز عن أداء الشكر له تعالى على بلوغ هذه الأيام الشريفة، ولم يجعله من السواد المخترم قبلها، أي الذين جاءهم الموت واخترمهم الأجل قبل أن يبلغوا هذه الأيام المباركة فيحرمون من العمل والمزيد من الطاعات فيها. فإن هذه العشرة أولى بالفضل وأولى بالشكر من العشرة الأولى من شهر ذي الحجة التي ورد في أدعيتها: اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها قد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. فالمؤمن إذن أولى أن يدعو بهذه الكلمات في العشر الأواخر من شهر رمضان. إن مما يؤسف له أن الحالة العامة للناس هي التراخي والفتور في هذه الليالي، على عكس ما هو مطلوب من زيادة الهمة ومضاعفة النشاط وتكريس الإنسان نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى، حتى أن البعض يتوقف عن تلاوة القرآن بعد أن يختمه في ليلة القدر، مع أن شهر رمضان كله هو ربيع القرآن. ولعل لهذا الفتور عدة أسباب. أولا، الغفلة عن عظمة هذه الليالي وشرفها وما أعد الله تبارك وتعالى فيها للعاملين. السبب الثاني، إرهاصات العيد والاستعداد له بشراء الملابس وتهيئة الأطعمة ووضع برامج الاحتفال. الثالث، التعب من فريضة الصوم واشتياق الإنسان للعودة إلى ممارسة المباحات. السبب الرابع لهذا الفتور، انتهاء مجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه والتبليغ والشعائر الدينية، حيث تختم هذه المجالس غالبا في ليلة 21 أو 23، وقد تمتد إذا أرادت الامتداد إلى 25، وقليلا ما تمتد إلى آخر الشهر. السبب الخامس، تحول برامج التلفزيون بشكل ملحوظ نحو المجون والفسق والفجور، فتساهم هذه الأسباب وغيرها مما لم نذكره في عزوف الناس عن ارتياد المساجد وسماع الكلمات التي تشدهم إلى الطاعة. لذا ينبغي لنا ونحن نستقبل هذه الليالي ألا نفرط في استثمارها من خلال عدة نشاطات. أولا، المواصلة على حضور المساجد وإقامة صلوات الجماعة والأدعية الجماعية الحاشدة. ثانيا، الحث على القيام بعبادة الاعتكاف لمن يتيسر له ذلك في المساجد العامة، فإنها من أعظم السنن، وعقدها في المساجد الجامعة لأهل المدينة مع الالتفات إلى الاعتكاف المعنوي الذي ذكرناه، ومراقبة النفس بشدة خشية وقوعها في العجب والرياء والتباهي أمام الناس، لأن هذه الفعالية مظنة للوقوع في تلك الأيام، فيفسد الإنسان على نفسه
من حيث يظن أنه يصلح. الخطوة الثالثة الاستمرار بمجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه وإحياء الشعائر الدينية وإلقاء المحاضرات إلى آخر ليلة من الشهر. رابعا استثمار فترة إقبال النفس للقيام ببعض الأعمال التي أشرنا إليها. خامسا الإكثار من الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى وطلب الفوز بالجنة والعتق من النار والتعجيل لظهور بقية الله الأعظم وطلب قضاء حوائج الدنيا والآخرة له ولسائر المؤمنين. سادسا اجتناب موارد الغفلة واللهو والعبث والصد عن ذكر الله تعالى كلعبة المحابس ومتابعة التلفزيون وحضور مجالس البطالين. فإذا علم الله تعالى منا الإخلاص ورأى حركة جماعية بهذا الاتجاه فسيرفع عنا البلاء الذي يحيط بنا من كل جانب، وسيعطينا بفضله وكرمه فوق سؤلنا، فإنه الكريم الرحيم الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما مضى من الوقت أحبتي المستمعين الأكارم كنا وإياكم مع كلمة سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. هذه إذاعة الأمل من العراق.